في ناس بتتولد عادي، وفي ناس بتتولد عشان تكون أساطير. قصة النهاردة عن واحد من أعظم اللي لبسوا فانلة الزمالك، الثعلب الصغير حازم إمام. مرحبا بكم في قناتي أغرب من الخيال كورة. تابع معايا الحلقة دي للنهاية عشان هنعيش مع بعض مشوار لاعب ما بيتكررش. اتولد حازم إمام يوم 10 مايو سنة 1975 وسط عائلة كروية من الطراز الأول. أبوه هو الكابتن حمادة إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر، وجده الكابتن يحيى إمام حارس الزمالك الكبير. من وهو صغير الكرة كانت كل حياته، وبدأ يلعب في مدرسة الكورة بنادي الزمالك، ومن هنا بدأ الحلم. في سنة 1993 حلم حازم إمام بدأ يتحقق، اتصعد للفريق الأول لنادي الزمالك وبدأ يكتب اسمه بحروف من ذهب. بمهاراته بذكائه بلعبه المختلف الجماهير أطلقت عليه لقب الثعلب الصغير تكريما لأبوه الثعلب الكبير. بنص اقل من نص قوته البدنيه، والله بيعمل كل حاجه في الكوره، ناقص يكلمها، اتلعبت له الكوره حلوه حلوه حلوه. وحازم امام يتالق ويتجمل، الكينج حازم امام، ما هو برجل واحده الراجل. لكن طبعا كل ده لا يكون لاعب كوره زي ما انا بقول. التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار انصاف اللاعبين. حازم امام موهوب، ده اكسترا موهوب، اكسترا مهارات، اكسترا حواس. يا سلام، امبراطور الكره المصريه، الكينج حازم امام، مفيش كلام. سلطان زمانك يا ابني، سلطان زمانك يا ابني يا حازم. لكن طموح حازم إمام ما كانش ليه حدود. في سنة 1996 انتقل للاحتراف في أوروبا، وتحديدا في نادي أودينيزي الإيطالي. وبعدها راح لفترة قصيرة لنادي دي جرافشاب الهولندي. Met een steekpaasje op één man, die loopt Kreker uit. En hij scoort na 19 minuten de verdiende gelijkmaker voor de Graafschap. Mohamed Eman. En voorafgaand is dit het prachtige paasje van Jan Vreeman. En Eman in het duel met Kreek, dat wint hij, behoudt het overzicht, goede controle over de bal. Mooi goal. De hoekschop voor Fiscaal. En daar staat hij opnieuw. Eman, Lindenberg en Turk. En daar staat Eman. En wat doet hij dat toch? Fantastisch mooi zeg. 27 minuten onderweg. En wat een mooie goal. De Graafschap leidt met 2-1. Dit prachtige steekpaasje van Den Turk op Eman die goed doorgelopen is en met de linkerbuitenkant. Heel mooi op techniek. De tweede goal van Eman. في سنة 1999 قرر حازم إمام يرجع لبيته نادي الزمالك عشان يعيش أحلى وأقوى فتراته. ساهم في تتويج الزمالك بكل البطولات، الدوري المصري 3 مرات سنة 2000 و2001 و2002 و2003 و2003 و2004، وساهم كمان في كاس مصر مرتين سنة 2002 وسنة 2008 الشهيرة أمام سموحة، ودوري أبطال أفريقيا مرتين سنة 1996 وسنة 2002، والسوبر الأفريقي مرة واحدة سنة 2003. وركز معايا عشان 2003 تتكرر كتير. وحقق كمان البطولة العربية للأندية مرة واحدة سنة 2003، والسوبر المصري السعودي مرة واحدة سنة 2003، كاس السوبر المصري مرتين سنة 2001 و2002. مع المنتخب المصري حازم إمام كان فنان في الملعب. شارك حازم إمام مع المنتخب المصري في العديد من النجاحات، وكان مجموع مبارياته مع منتخب مصر 87 مباراة، أحرز فيهم 16 هدف. بيلعبها لهادي، وهادي بيلعبها أمامية لأيمن، وماشي أيمن وماشي أيمن، ويلا حازم إمام، وحازم إمام، وجول جول جول جول. يا لعيبة كبير، يا لعيبة كبير يا حازم. عملها حلو قوي، شوف المهارة الفردية بتبقى مهمة ازاي. وتاني مرة يحطها بالرجله، تاني مرة بالرجله، وعلى طول المرة دي جوه الجول، ويجيب جول جميل. يتجمل حبايب كرة واحد ضد واحد، ولعب الكرة ضيق والطول، يلا يا راجل حط جول. جميل 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 جميل. يلعب وكأنه بيغني. يا سلام يا حازم يا امامي عظيم، يا سلام. ويحط الفراعنة في المقدمة. حازم امام بلمسة سحرية من لمساته يحط الكورة جميل جدا. لما نقليل والله بنلعب جيم كبير قوي. حرام 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 يروح مننا المسجد ده. حرام حرام حرام. وحد كمان
ساهم في تتويج المنتخب المصري بلقبين: لقب كاس أفريقيا سنة 1998، ومعلومة السنة دي اللي أنا اتولدت فيها، ثم حقق لقب بطولة الألعاب الأفريقية الأولمبية سنة 1995. وفي سنة 2008 أعلن الثعلب الصغير اعتزاله بعد ما قدم كل حاجة للزمالك والمنتخب. بعد اعتزاله دخل مجال الإعلام والتحليل الرياضي وفضل دايما قريب من الجمهور. حازم إمام مش مجرد لاعب، ده قصة حب بينه وبين الزمالك وبينه وبين الجمهور، جمهور بيعشقه لحد النهاردة. لو بتحب حازم إمام قول لنا في التعليقات ايه أجمل هدف شفته ليه. ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة أغرب من الخيال كورة. أنا رائد، أشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.